ياه على الزمن يا جدعان، لك ان تتخيل ان من كام سنه كده حاول واحد من الانديه ان هم يتصوروا بس مع لعيب من داخل النادي الاهلي ودفعوا في الصوره دي 40 مليون جنيه عشان تكون النتيجه بعد كام سنه يكون الرد بالصوره اللي انتوا شايفينها دي. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه لبيب يا لبيب لو راجل خد لعيب. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سهره سعيده، سهره بطعم رباعيات مستر مارسيل كولر مع النادي الاهلي بعد تخطيه مباراه سان جورج ب4 جديده عشان يكون مجموع المباراتين 7-0 والنادي الاهلي يتاهل لدور المجموعات. حلقه قويه جدا هنتكلم فيها عن بعض التفاصيل في مباراه سان جورج ولقطه الموسم لغايه دلوقتي اللي حصلت في الماتش. هنتكلم عن يمهل ولا يهمل ايه اللي بيحصل داخل نادي الزمالك قبل مباراه ارتا سولار. هنتكلم عن الزلزال اللي بيضرب بطوله دوري السوبر الافريقي ومشاكل كتيره جدا، وعن حلم مارسيل كولر في التعاقد مع لاعب ممكن جدا يكون قريب في يناير اللي جاي. اذا في البدايه وكالمعتاد استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد برحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه وانها ليله النادي الاهلي يا الساده. بص بقى مش هاخد في تفاصيل كتير، انا اتكلمت في حاجات كتيره جدا في اللايف، ولو عايزين حلقه تاكتكس بكره عن المباراه وعن ادوار اللعيبه اللي كانت موجوده وازاي ظهروا بالشكل اللافت ده النهارده، اكتب لي تحت في التعليقات وقول لي موافق على حلقه تاكتكس وهكون جاهزه بكره باذن الله. لكن تعالى اكلمك عن اهم مكسب للنادي الاهلي من ماتش النهارده وعن لقطه الموسم بلا منازع. بص مش هكلمك عن مكاسب الحلول الهجوميه اللي النادي الاهلي اوجدها مع مارسيل كولر النهارده، مش هكلمك عن تالق بعض اللعيبه بعينها، لكن هكلمك عن حاجه مهمه وهي مطحنه المنافسه اللي حط فيها مارسيل كولر كل اللعيبه من بدايه الموسم داخل النادي الاهلي، واسفرت عن ابرز لاعب النهارده داخل صفوف الفريق وهو محمد مجدي قفشه. يا جماعه محمد مجدي قفشه سيبك من ان هو سجل هدفين وصنع هدف، بتكلم عن الدور اللي جاي بيه قفشه كتوظيف جديد داخل النادي الاهلي. هيكون ليه دور فارق جدا مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ودخوله في منافسه مباشره مع اليو ديانج في المركز ده هيعمل طفره في النادي الاهلي وفي خط النص. اللي سمع معايا خلال الحلقات اللي فاتت قلت لك ان مارسيل كولر عمال يتك على ديانج من خلال كارلوس برينجر، بيديله ادوار هجوميه جديده، بيعلي الفينش عنده عشان يقدر يسبورته بشكل كويس في خط الهجوم. لكن وجود قفشه النهارده ولعبه كمحور خط وسط تاني مع امام عاشور بيقوم تقريبا بنفس المهام اللي بيقوم بيها امام على المستوى الجانب اليمين، فرق النهارده بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي وهيخليه منافس قوي جدا لإليو ديانج. وتعالى بقى للقطه الموسم لغايه دلوقتي بلا منازع، اللقطه اللي عشان نسترجعها كده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في لقطه ضربه جزاء النادي الاهلي النهارده. لكن قبل لقطه ضربه الجزاء هسترجع معاك قبلها ب5 دقائق كده لقطه حصلت من اهدار كهربا لفرصه مهمه جدا. انفراد كهربا كان موجود على الطرف اليمين لغايه منطقه ال6 يارده، الحارس طلع قفل عليه، كهربا شاط الكوره حاول يشوطها ما بين رجلين الحارس صدها، وانفراد طبعا مهم جدا يخلي النادي الاهلي نتيجه 2-0 والماتش يريح. الكوره طلعت بره وكهربا كان في منتهى الاحباط. التفاف لعيبه النادي الاهلي حوالين كهربا، امام عاشور، احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، عشان يزقوه ويرجع لريتم الماتش مره ثانيه كان فارق جدا. كهربا بعدها بكام دقيقه اتسبب في ضربه جزاء للنادي الاهلي ووقف بره المنطقه عشان يتفرج على اللعيبه وينتظر اللاعب اللي عليه الدور ان هو يسدد طالما علي معلول مش موجود. محمد عبد المنعم يتقدم وفجاه محمد عبد المنعم بياخد الكوره وبيديها يا جماعه لمحمود عبد المنعم. كهربا وكل اللعيبه بتلف حواليه بتشجعه عشان يخرج من حاله عدم التوفيق. كهربا يروح للكوره يسدد كوره ممتازه جدا ويسجل الهدف الثاني، وفرحه عارمه بين كل لعيبه النادي الاهلي وخاصه امام عاشور. اللقطه دي يا جماعه حابب اهديها لبعض الناس، واللي سمع معايا الحلقه دي ينزل يقول لي حصل يا دوله في التعليقات اللي كانوا بينتقدوا كهربا انه دايما لازق لكل صفقه جديده داخل النادي الاهلي. البعض قال لك هو ماله لازق لامام عاشور كده ليه لازق لموديستو عمال بيحتفل بيه كانه عارفه من 100 سنه؟ ليه واقف مع كابتن محمود الخطيب بيقول له انا جنب رضا سليم وبعلمه علام ولاد النادي؟ لقطه النهارده دي يا جماعه بترد على كل الناس اللي كانت بتقول ان كهربا صاحب لقطه. كهربا النهارده بيثبت انه زي ما ادى حب واهتمام للعيبه النادي الاهلي الجديده وكان عامل مهم جدا في ان هم يدخلوا اجواء الفريق بسرعه، كل اللعيبه دي النهارده بترد الجميل لكهربا في لقطه جماعيه هي الاميز من بدايه الموسم ولقطه الموسم بلا منازع لغايه دلوقتي. الصراحه يا جماعه اللقطه دي هي لقطه الماتش، لكن كان في لقطه ثانيه وجمهور النادي الاهلي بيزف حسين لبيب النهارده بيقولوا له لبيب يا لبيب لو راجل خد لعيب، ردا على تصريحات حسين لبيب خلال الايام اللي فاتت انه ما تطلعهاش بقى يا جماعه في دماغي عشان اتعاقد من لعيبه النادي الاهلي. والله يا جماعه حد يبعت له الصوره بتاعت امام وكهربا دي يمكن يتعظ ويبطل ابقاء كتير. تعالى بقى قبل ما اخدك للعاصفه اللي بتواجه بطوله دوري السوبر الافريقي نتوقف مع خبر يا جماعه، وخبر يعني يقول لك قد ايه ان انا بحب كره القدم لحاجه مهمه جدا، بتدي دروس في الحياه، دروس في الانتقام، دروس في السعاده، دروس في البهجه، دروس في رد المظالم، دروس لو ما حدش اتعظ منها يستاهل اللي هيحصل له. يا جماعه مين اللي تابع خلال الاسبوعين اللي فاتوا؟ كل الاهلاويه تابعوا طبعا الحملات اللي كانت بتطلع على لعيبه النادي الاهلي، بدايه من محمد الشناوي يتصارع مع عبد المنعم يضرب امام عاشور، غرف هلع الملابس مشتعله،
كابتن سيد رحل على راي هاني حتحوت امبارح، رحل لعدم سيطرته على غرف خلع الملابس. اللي بيحصل بقى يا جماعه داخل نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت مضحكه حرفيا. طبعا الكل عارف ان نادي الزمالك عنده ماتش بكره في بطوله الكونفدراليه، ماتش هو الاهم لموسم نادي الزمالك. الزمالك يا جماعه اللي هو بيعلي على نفسه كل سنه ازاي صعب على نفسه دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، قرر يعلي الضحك ويصعب على نفسه المره دي الادوار التمهيديه من بطوله الكونفدراليه، لانه مطلوب بكره منه ان هو يكسب فريق ارتا سولار بنتيجه 3-0، 3 صايمه عشان يتاهلوا للدور اللي بعد كده. فايه اللي يحصل بقى قبل اهم مباراه في موسم نادي الزمالك اللي لسه بيبتدي؟ خناقه لرب السما النهارده يا جماعه كانت موجوده في تمارين نادي الزمالك. الخناقه كانت ما بين مدحت عبد الهادي وما بين محمود علاء احد كباتن نادي الزمالك. ايه اللي حصل؟ مدحت عبد الهادي بيتقل في الهزار يا جماعه مع محمود علاء، بيقول له هو مش كفايه عليك الاسيست اللي انت عملته لقفشه في نهائي القاضيه ودلوقتي كمان جايب لنا اخوك يجيب جون؟ طبعا محمود علاء ما تقبلش الهزار، الموضوع ولع ما بينهم. محمود علاء شتم مدحت عبد الهادي، صوتهم عالي، اسوريو سمع. ايه الحكايه بالظبط؟ مدحت عبد الهادي حكى له الموقف كله وتم تغريم محمود علاء 250,000 جنيه قبل اهم مباراه في موسم نادي الزمالك بساعات، وانقسام كبير جدا ما بين غرف خلع الملابس ما بين اللعيبه، ما بين جزء مؤيد لمدحت عبد الهادي وشايفه مش غلطان وجزء مؤيد لمحمود علاء وشايف ان الغرامه اللي نزلت عليه دي مجحفه جدا. فيا سبحان الله يا جماعه، بعد ايام ادي الخناقات اللي كانوا بيقولوا عليها بتحصل داخل غرف خلع الملابس، ادي مدير الكره لما كانوا بيقولوا كابتن سيد عبد الحفيظ مش مسيطر، النهارده الراجل بيتشتم عيانا بيانا قدام اللعيبه، خبر بعنوان يمهل ولا يهمل. يا ترى بقى الناس هتتعظ من الدروس اللي بتحصل دي وتبطل الروايات اللي بتطلعها على لعيبه النادي الاهلي والاداره؟ اشك والله. تعالى بقى نروح للخبر اللي بعد كده بالعاصفه اللي بتضرب دوري السوبر الافريقي. يا ترى البطوله هتتعمل بالشكل ده ولا مش هتتعمل ولا ايه حكايتها بالظبط؟ تعالى بينا نشوف. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه عشان يوصلك الاشعارات بتاعه كل الحلقات الجديده. اولا ازمات ماليه، النادي الاهلي مستاء جدا من طريقه التعامل الخاصه بالشركه الراعيه اللي عماله بتفاصل مع النادي الاهلي في عدد التذاكر وعدد المقاعد اللي بتتحجز في الطيارات، ما بين ان النادي الاهلي عايز طياره خاصه زي ما الشركه الايطاليه وعدت، وما بين ان تم لحظ الاتفاق ده واتقال ان هيتم حجز اول عن اخر 35 تذكره لكل نادي. والله النادي اللي عايز يحجز تذاكر اكتر من كده او هيجيب طياره خاصه يتحمل باقي التكاليف. مش بس كده، ده الفصال وصل لعدد الليالي اللي هتحجزها الشركه للانديه اللي هتكون مسافره بتلعب بره ارضها. يا جماعه النادي الاهلي بيحسب النهارده لا ان التكاليف اللي ممكن تقع عليه في عدد الماتشات اللي هيلعبها، ممكن في الماتش الواحد النادي الاهلي يتحمل تكاليف 50,000 دولار بما يعادل لمجموع المباريات ما بين 350,000 دولار ل 400,000 دولار. طبعا مبلغ كبير جدا. ان كانت دي ازمه النادي الاهلي بيسعى لحلها، لكن نيجي بقى للازمه الكبيره اللي ابتدت كل الصحافه تتكلم عنها النهارده. البطوله المفروض ان شاء الله هتتعمل يوم 20 اكتوبر الشهر اللي جاي، احنا بنتكلم في اقل من شهر، لكن المشاكل عماله بتضرب في البطوله. النهارده اخبار من داخل صحف جنوب افريقيا ان نادي ميلودي سان داونز، واحد طبعا من اكبر الانديه في القاره، بيعلن او بيفكر حاليا ان هو ينسحب من البطوله. ايه ده؟ ليه؟ خير يعني؟ قال لك لان النادي بيقول ان المباريات بتاعه البطوله جايه في منتصف الموسم في دوري جنوب افريقيا اللي بادي بقاله شهر دلوقتي، وده اللي هيعني ايه؟ هيعني ان في مباريات لنادي سان داونز هتتاجل لمده شهر. حد هنا بقى طبعا لابس ابيض وخطين حمراء يقول لي ايوه شوف الانديه المحترمه، شوف الانديه اللي بتدافع عن دوريات بلادها، مش كل شويه عنده ماتش في افريقيا يقول لك اجل لي. شوف الانديه اللي بتحافظ على مصالح الدوريات بتاعتها ازاي ما عندهمش الحاج عامر حسين. اقول لك ايه ده بس على نفسك، اسمع الاخبار للاخر عشان تعرف تقول البقين بتوعك صح. الموضوع وما فيه ان نادي ميلودي سان داونز اعلن ان هو بالشكل ده هيكون متضرر جدا ماليا. ازاي؟ هناك يا جماعه الموسم المفروض ان هو ينتهي في فتره معينه، بالشكل ده الموسم هيمتد لمده شهر اضافي وينتهي في نهايه شهر 7، في حين ان في دوري جنوب افريقيا مواعيد التعاقدات يا جماعه وعقود اللاعبين بتنتهي في شهر 6، وده اللي يعني ان نادي ميلودي سان داونز ممكن يجي يلاقي نفسه في اخر شهر من الموسم واللي ممكن يكون حاسم جدا، يلاقي حوالي 10 او 15 لاعب عقودهم بتنتهي ويحق ليهم ان هم ما يلعبوش مع النادي المباريات المتبقيه، وده اللي هيوقع النادي في ازمه كبيره جدا ماليه. بين اللعيبه هتبتدي تساوم النادي، والله يا جماعه عايز تجدد لي عشان العب معاك الشهر ده ادفع لي مبالغ وقدرها، يا اما انت قدام امر واقع وبتواجه كارثه فنيه بفقدان تقريبا اكتر من 5 او 6 او 10 عناصر اساسيه من داخل الفريق. ده موضوع الازمه باختصار اللي نشرتها النهارده صحف جنوب افريقيا. ونادي سان داونز في موقف حرج جدا بسبب تراكم مجموعه كبيره جدا من اللعيبه عقودها تنتهي بنهايه الموسم الحالي. ايه اللي ممكن يتحسن من خلال الشركه الراعيه او الجهه المنظمه اللي هي الكاف؟ هنتابع خلال الساعات اللي جايه وهنشوف، لان بانسحاب فريق زي ميلودي سان داونز اقدر اقول برده تاني يمهل ولا يهمل، لان زي ما قلت وهرجع واكررها مره ثانيه، قرعه بطوله دوري السوبر الافريقي انا متاكد انها قرعه موجهه، وقعت النادي الاهلي قدام فريق سيمبا عشان ينجحوا الافتتاح، وقعت النادي الاهلي قدام فريق سان داونز طبعا باعتباره المباراه الاقوى على مستوى القاره بعد فريق الوداد عن مواجهه الاثنين دول، كخدمه طبعا للجامعه المغربيه اللي متعودين يخدموها بعينيهم خلال السنين اللي فاتت. عشان كده هرجع واقول لو ده حصل يمهل ولا
ولا يهمل. شوف يا اخي ده من نيتنا البيضه والله. تعالى بقى نروح للخبر الاخير من اخر شائعات سوق الانتقالات، ومارسيل كولر قد يصر على التعاقد مع اللاعب الشاب اللي كان عايز يتعاقد معاه من سوق الانتقالات اللي فاتت. الكلام هنا يا جماعه عن اللاعب المصري لاعب منتخبنا الاولمبي وهو مصطفى اشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ. اللاعب بقاله شهر دلوقتي خارج حسابات الاداره الفنيه لنادي بروسيا مونشنجلادباخ في دوري الناشئين هناك في المانيا. الولد من 28/8 بقاله على مدار 4 مباريات ما شاركش ولا دقيقه مع الفريق، ومباراه واحده من اصل ال4 مباريات دي دخل على الدكه وما لعبش حتى في الماتش ده دقيقه واحده. اللاعب شايف ان هو بيتم تهميشه هناك، وبالتالي نقطه رجوعه للنادي الاهلي دي شايفها نقطه هتكون مهمه جدا بالنسبه لمستقبله. ايه اللي هيحصل على مدار الايام اللي جايه في المفاوضات هنتابع مع بعض وهنشوف. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بكره باذن الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.